وبتبتدي أحداث آخر حلقتين، ومحمد والمؤلف بيكونوا في القسم. محمد بيحاول يثبت إن طارق هو اللي سرقه، ولكن الضابط ما بيدلوش فرصة إن هو يسمعه. بعدها المحامي بيقول لهم إن هما بعد كده يبقوا يساوموا طارق على إن هو يتنازل قصاد إن هو سرق الفيلم من محمد. ولما شروق بتعرف إن هو دلوقتي ما ينفعش يسافر علشان القضية، بيتخانقوا خناقة كبيرة جدا، وبتتهمه إن هو ما فكرش فيها ولا في عيالها، ولا إن هما باعوا عفش البيت كله، وهو بيقول لها إن هي أكبر غلطة في حياته. بعدها محمد بيبقى ماشي في الشارع وبيروح المستشفى، وبيبدأ يدور على الممرضة اللي بتعرف طريق متبرعين الكلى، وبيروح لها وبيطلب منها رقم الراجل ده علشان يتواصل معاه ويبيع كليته. وشروق بعد كده بتروح عند باباها، ومحمد بيحاول يتصل بيها كتير بس هي ما بتردش عليه. بعد كده بيقابل الراجل وبيعرفه ان هو سمسار وهيجيب له حد يشتري منه كليته وان هو ياخد نسبة. وبعدها بيحاول يروح يصالح شروق، ولكن ابوها بيرفض نهائي. ولما محمد بيصمم بيسأله اذا كان معاه فلوس عشان يصرف على عياله دلوقتي ولا لا. بعد كده محمد بيقابل اهل المريض اللي هيشتروا منه كليته. بعدها شروق بتكون قاعده مع صاحبتها وبتقول لها ان محمد حاول يجي يصالحها، ولكنها رفضت ان هي تصالح، وان باباها طرده، وان باباها للاسف مش بيساعدها في اي حاجه تخص الاولاد خالص. فصاحبتها بتعرض عليها ان هي تقعد مع الاولاد وهي تدخل تاخد شاور، لانها بقى لها اكتر من 10 ايام ما سرحتش شعرها. ومحمد بيبدا يعمل التحاليل والاشعاعات علشان يجهز للعمليه، وهناك بيقولوا له ان هو هيمضي على وصل امانه ب150,000 جنيه علشان ما يفكرش ان هو يرجع في كلامه، وانه هياخد الوصل ده وقت ما يدخل العمليه. بعد كده محمد بيروح لشوقي وبيعرفه ان هو هيبيع كليته، وبيطلب منه ان هو يبقى معاه يوم العمليه، ولكن شوقي بيزعل منه وبيرفض تماما ان هو يكون معاه في حاجه زي كده. ولكن محمد بيقول له ان مفيش اي حد يعرف غيره وانه محتاج له جدا. بعدها شوقي بياخد محمد علشان يوصله المستشفى، وبيحاول ان هو يخليه يرجع في قراره، ولكن هو بيقول له انه ما ينفعش يرجع خلاص، وانه دلوقتي عليه وصولات امانه واهل المتبرع مش هيسيبوه. وبيوصي شوقي ان هو اول ما يدخل العمليات ياخد وصولات الامانه دي، ولو جراله اي حاجه يدي الفلوس دي لشروق. بعد كده الحلقه بتاعت محمد وشروق بتكون بتتذاع، بيتفرج عليها وزير التضامن، وبيقول ان ده مستحيل يكون وش واحد عنده 7 اطفال او ديت تكون مشاكلهم، وبيطلب ان هو يقابله قبل ما يسافر بكره. وفعلا مدير مكتبه بيحاول يوصل لهم، لكن ما بيعرفش يوصل لهم خالص. وبنيجي لتاني يوم اللي المفروض يتعمل فيه العملية، والممرضة بتيجي تاخد محمد، ومحمد بيحاول يكلم شروق لآخر مرة، ولكن هي لما بترد عليه بتتخانق معاه وبتقفل السكة. بعدها الوزير بيطلب من مدير مكتبه ان هو يجرب يتصل بيهم تاني، ولما برضه ما بيردوش بيتصلوا بأبو شروق. وفي نفس الوقت شوقي بيكون مع السمسار ومع أهل المتبرع في البنك، وبياخد منهم وصولات الأمانة اللي محمد ماضيها. ولما بيكلموا أبو شروق بيدي التليفون لشروق، وفي الوقت ده بتتصل بمحمد، ولكن اللي بترد عليها الممرضة وبتقول لها ان محمد في العمليات، وبتقفل السكة. وشروق علشان مش فاهمة حاجة بتتصل بشوقي اللي بتعرف منه ان محمد قرر يبيع كليته، وبتقوله ان الوزير مستنيهم النهاردة وانه لازم يمنعه ان هو يعمل العملية دي. فشوقي بيجري يروح على المستشفى، بيتنكر بلبس من المستشفى علشان يعرف يدخل أوضة العمليات، وفعلا بيدخل عليهم قبل ما يبنجوا محمد وبيمنع العملية، وبيكذب عليهم وبيقول لهم ان هو مريض ايدز ومخبي عليكم. فمحمد بيقول لهم ان هو كذاب، وبيسأله انت بتعمل ايه يا شوقي، وبعدين بيقول له ان وزير التضامن مستنيك دلوقتي، وبياخدوا بعض وبينزلوا يجروا، وبتكون شروق وباباها مستنيينه تحت، وبياخدهم شوقي في عربيته. ومحمد بيطلب من شوقي بنطلونه، وابو شروق بيديله القميص بتاعه، ولكن وهم في الطريق بيعملوا حادثة، والناس اللي بيخبطوهم دول بيطلعوا تلامذة من تلامذة ابو شروق، فبيسيبوهم يمشوا بس بياخدوا شوقي معاهم. وبعد كده محمد وشروق بيوصلوا بدري عن الميعاد، ولكن بيتصدموا لما يعرفوا ان مكتب الوزير بقى في العاصمة الإدارية، وان كده الميعاد ضاع عليهم، وبيبدأوا يتخانقوا هما الاتنين. فأبو شروق بيقول لهم ان هو كلم الرقم اللي كلمه، وقالوا له هنستناكم نص ساعة كمان. فمحمد بيسوق بأقصى سرعة علشان يروح العاصمة الإدارية، وبياخد مخالفات كتير وبيكسر كل الإشارات علشان يلحق الميعاد، ولكن للأسف العربية بتعطل قبل ما يوصلوا، فبيكملوا بقية الطريق جري هو وشروق. بعدها مدير مكتب الوزير بيبلغهم ان الوزير دلوقتي نازل رايح المطار عشان مسافر، وانه خلاص مش هينفع يقابلهم. ولكن فجأة بيجيله تليفون بان السفرية اتلغت، فبيبلغهم ان هم كده ممكن يقابلوا الوزير. ولما بيدخلوا ويقعدوا يتكلموا معاه بيقول لهم ان هو عايز يعرف مشاكلهم اللي بجد،
فشروق بتقوله ان المدير خلاها تسيب الشغل لما عرف ان هي خلفت 7، ومحمد كان على طول مديره كان بيخصم له بسبب وبدون سبب، وده اللي خلاه يقدم استقالته ويفكر ان هو يسافر علشان يعرف يصرف عليهم. فبيقرر الوزير ان هو يصرف لهم لبن وبامبرز وماء غريب وكل ده ل7 اطفال، وكمان يوفر شغل لمحمد، وكمان شروق تشتغل معاهم مصممة جرافيك وبرضه من البيت. وبيصدر القرار، ولكن قبل ما يمضي عليه بيجيله تليفون وبيتصدم وبيقوم يسيبهم ويمشي، وبيجيلهم مدير مكتبه وبيبلغهم ان حصل تعديل وزاري. فشروق ومحمد بيقعدوا يضحكوا. بعد كده بيظهر مشهد لأحمد مكي وهو بيشوف السيناريو اللي كان مع محمد وقت البرنامج وبيقراه وبيعجبه. اللي كتبت الفيديو ده ومنتجته وسمعته بصوتها هي فاطمة عادل، ده اللي هي انا. وتابعوني علشان تعرفوا ملخصات وافلام ومسلسلات جديدة. سلام.